انت مودينا الصحراء ناحيه الاهرامات ليه يا عزوز؟ تكونش مشيت في السكه البطاله وشغال في التهريب يا ولد؟ طب بطل انت بقى تهريب يا عم سيد وبص قدامك. شوف كده ايه اللي هناك ده. ده ايه اللي جايبهم يصوروا في الحته المقطوعه دي؟ دول بيصوروا فيلم دول ولا ايه؟ مادام عند الاهرامات كده تلاقيهم بقى بيصوروا برنامج رامز تحت التلج. او هاني هز الجمل. وهنروح بعيد ليه بس يا عم سيد؟ احنا فيها ننزل نشوف بيعملوا ايه. مش انتوا فريق تصوير المطاردات؟ اتأخرتوا ليه يا جدعان؟ الشمس كده هتروح، مش هنلحق نصور مشاهد المطاردة في الفيلم. هات الشيك يا زناتي. لا ما حضرتك شكلك كده في سوء تفاهم يعني. رجع الشيك يا زناتي. خد يا زناتي هنا. انت ما عندكش شخصيه خالص ولا ايه؟ يقول لك هات الشيك يا زناتي تجيبه، رجع الشيك يا زناتي ترجعه. بكام الشيك ده يا باشا؟ 200,000 زي ما طلبت. 200 ايه؟ مش هدفع مليم زيادة، يا إما هلغي العقد. لا على ايه؟ شوف حضرتك لو عاوزنا نكنس لك الصحراء دي كلها كمان قبل ما نبدأ التصوير هنكنسها لك. لا نكنس ولا ما نكنسش، أنا أهم حاجة تكونوا جاهزين بالمعدات كلها. أنا معتمد عليكم في كل مشاهد المطاردات اللي هتتاخد من الطيارة. ما دام اعتمدت توكل على الله بقى. حضرتك الفريرة دي مجهزة بأحدث الكاميرات الميجا بيكسل خلفي وأمامي. زوم تلاقي، زوم قوي تلاقي، تصوير بطيء تلاقي، تصوير بطيء قوي تلاقي. أنا أهم حاجة عندي الكواليتي. بس كده؟ جبت الكواليتي يا عم سيد؟ وانا من امتى بمشي من غيره يا عزوز؟ ممكن نركز بقى شوية لو سمحتم؟ المطاردات كلها بالموتوسيكل وفي الصحراء، يعني عاوزين سواق بتاع رالي، سواق محترف. حضرتك مش هتلاقي حد منحرف أكتر من هيصة. هيصة الترانسبورتر، نجم الحرفيين وملك الأمبلي. هيصة ده بقى عقبال ما تشوف. يسوق مكن تايواني، صيني، فيزب، تكاتيك. انت بس مسكه الجدون واتفرج هيعمل ايه. جدون مين يا عم؟ هو هيسوق عجلة BMX؟ ما تخلينيش اقلق منكم بقى. احنا عندنا مشاهد صعبة هنصورها النهاردة. زي ايه يعني؟ يعني عربيات هتعترض طريقه، هيرشق في لوح ازاز، البوليس هيجري وراه، هيدخل في عربية برتقال. يا باشا هيصة ده يدخل لك في عربية البرتقال ويقشرهولك كمان. ابوس ايدك يا عزوز يا ابني، ما تجودش اكتر من كده، لا الشغلانه تطير مننا. خلاص يا فندم احنا فاهمين بقى كل حاجة، ربنا يسترها بس وتعدي على خير. هو حضرتك قلقان من حاجة؟ لا يا فندم خالص، انا اقصد يعني ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. ما تقلقنيش ارجوك يا باشا دونت ووري. لا انا كده هوري. طب والنبي ما توري. موتور المكنه مفوت يا عم سيد. حلو في المطاردات ده، اسمع مني. انتوا ايه الدخان ده كله؟ انتوا جايبين موتوسيكل خربان ولا ايه؟ ما تقولش خربان يا باشا، كفل الشر، ده صيني اصلي، ولزقت لك عليه ستيكر لهب وخمسه وخميسه، وحطيت لك له علامه BM من قدام عشان ياخد العين في الكاميرا. طب بمناسبه الكاميرا، فين الكاميرا مان اللي هيصور؟ عيب عليك بس يا استاذ، انا اللي هصور. انت اخويا وحبيبي ولازم اقف معاك في يوم زي ده. يا عم انت بتجاملني في فرحي؟ فين الاجهزه والكاميرات اللي ورا واللي قدام والهري ده كله؟ يا استاذ ما هو احدث حاجه اهي. ده موبايل. لا بس مش موبايل عادي على فكره، ده جهاز 8 انش، كاميرا خلفي وامامي، كفر اصلي، عدسه زوم 2.4. 2.4 ايه؟ دي اخرها تجيب الحبايه اللي على مناخيرك وانت بتاخد سيلفي. ايه ده؟ هو انا في حبايه على مناخيري؟ ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. اللهم قوي ايمانك يا استاذ. يا سلام. عارف حضرتك انت احسن حاجه انك تقعد تذكر ربنا كده في الاوقات الصعبه اللي زي دي. يا عم اخرس بقى حرام عليك. جهزت ولا لسه؟ always ready already يا باشا.
الله. يا عم هو انا بعطس؟ امال حضرتك بتعمل ايه؟ اخرس اخرس خالص. اكشن. ايوه يعني انا دلوقتي اعمل ايه بقى؟ انا مش فاهم يعني. زوم زوم على الموتوسيكل يا بني ادم. يلا يا عم سيد، زوم بقى بالطياره على الواد هيصة. قرب شويه، قرب كمان. داير الطياره كده يمة الشمس. ايوه الله ينور عليك يا عم سيد. حد يزوم بالطياره يا عم انت؟ دي حلول كرياتيف يا استاذ. الله، ما قلتليش بقى رايك ايه صحيح؟ رايي في ايه؟ رايك في الزوم يا باشا. جميل، الزوم جميل. ممكن بقى ناخد الشوط بتاع لوح الازاز لو ما عندكش مانع. وفين لوح الازاز ده يا باشا؟ مش شايف حاجه. قدامك يا بني ادم في 2 شايلينه بيعدوا، وانت بسرعتك هتخش فيه وتكسره. رايح فين؟ خش في الازاز، خش في الازاز. يا باشا ابقى اجيبه ازاز طبيعي عشان اعرف اشوف ازاي تفوت عليكم تفصيله صغيره زي دي. طب ناخد عينات ارجوكم قبل ما الشمس تروح. ما هي حضرتك لو الشمس راحت ده امر الله بقى، هنعمل ايه يعني؟ لا ولا هيصة. يلا بقى، يلا انا بصور اهو. تعالى ناخد سيلفي، يلا اضحك عشان الصورة. يلا سي تشيز. بيضحك ليه ده؟ بيضحك ليه؟ انا اسف يا استاذ. كشر يد هيصة، يلا كشر، احنا بنصور اهو. تشيز كشر. يا عم ما تكشرش ولا تضحك. خلي بالك في مقطورة هتظهر قدامك دلوقتي، هتطير من فوقيها. رايح فين؟ شمال يا عم سيد، شمال بسرعة. ايوه علشان اخد اللقطة دي بقى بتالة. عزوز يا ابني، خليك دغري حتى لو الشمال مغري. طب خش يمين انت يا هيصة. طيب لحسن روح الحكيم الهند نزلت على عمك سيد. من عناية يا كبير. يا عم انت بتهبب ايه؟ باشا انا خلاص فهمت نوع الاكشن اللي انت عايزه، فسيبني بقى اشوف شغلي. امال لو ما كنتش فاهم كنت عملت ايه؟ باشا هي دي عربية البرتقال اللي هدخل فيها ولا ايه؟ ايوه يا اخويا. طب البرتقال ده بسرة ولا سكري؟ عشان الدكتور مانع عني حاجات. ده بيضحك ولا بيعيط يا دي هيصة ده؟ بهزر معاك يا باشا. واحد عنبليق مع 2 فرقعة في الشمال ورا. ياهو، وقفوا المجنون ده. ستوب. السلام عليكم. ألف سلام عليك يا أستاذ. يا راجل ما تقولش كده، إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة ونشتغل مع بعض تاني يا عم. معرفة خير إن شاء الله. حضرتك أنا عارف إن ده مش وقته خالص يعني، بس كنت عاوز بقية الحساب علشان الموبايل وأنا بصور وقع وجاب شاشة. طيب علشان مش عارف تتكلم يعني تسديده وكوره تمشي في اتجاه المرمى. ياه وتتعاطف العارضة مع عم سيد وتنقذ مرمى من هدف مؤكد محقق. هو فين المؤكد ده؟
انت بتلاعب سوسن ولا ايه؟ ده سوسن هي اللي هتلعب بينا كلنا دلوقتي يا عم سيد. افتح التلفزيون وشوف. كما تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار سوسن أجمل من إعصار ساندي بتاع أمريكا بكتير، وخط سير الإعصار هيبقى معادي تجمع مدينة نصر تحرير، يعني مناطق كلها مولات، فاللي ليه بضاعة يستعوض ربنا فيها، واللي نشر حتتين غسيل يا حبيبتي منك ليها الحقي لميها. يعني سوسن هتيجي محملة بضايع قد كده، موبايلات بقى وتلفزيونات وهدوم ولبس، كأنها نازلة تعمل شوبينج بالظبط. الحق اعدي على البنت سعاد بنت خالتي ونروح نبص في الاعصار على الباتش الكارينا اللؤلؤي، اصل كان نفسها فيه وبتدور عليه. وانا كمان كنت عايز شرابات فوق الركبه عشان تدفي الصدر، وبوستر لمحمد صلاح. شوف يا عزوز يا ابني، انا كبرت وكنت عاوز طقم خشاف. انا قلت هتقول انك كبرت وعاوز طقم اسنان، كبرت وعاوز طقم كلاسين يدفيني، لكن ايه علاقة انك كبرت بالخشاف؟ ولا ده على اساس انك كبرت يعني وخرفت؟ لا يا عزوز، يعني هو ايه علاقة الاعصار بالشوبينج اصلا؟ ما احنا هنروح نلم البضاعه الحيره الطايره ديت اللي بيجيبها الاعصار وهو جاي. والدنيا لما تهدى كده والجو يروح نبقى نطلع البضاعة بقى ونبيعها. احنا بس محتاجين حاجة نصطاد بيها البضاعة من الاعصار. لو على الصيد سهلة. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، وانا اصلي بحب الدوامه. انت حطيت طعم ايه في السنانير يا عم سيد؟ كله مطعم بجنيهات ورق. ده حليح. انت بتحاسب ميكروباص؟ دي قال لها ورقه بمدنة عشان نعرف نسحب بضاعه نظيفه. هتلاقي دلوقتي البضاعة اللي طالعة كلها صيني وتايواني، ده إن طلعت سليمة أصلا. الله الحق يا عم سيد، الصنارة غامت. هيصة اتشفط يا عزوز. جدع يا بنتي يا سوسن. اوعى بقى اوعى. جرى ايه يا جدع؟ جاي في ايه وسافرت في ايه؟ وما ريحتش عندنا ليه؟ ما تلاقي سوسن قرفت منه قامت رميهولنا تاني. طب بصوا بس جبت ايه من الاعصار؟ بوستر محمد صلاح اللي كنت عايزه، ونضاره هاي كوبي اصل نمره 1. يا ابني انت مش كنت عاوز شرابات كوره من اللي بتدفي الصدر دي، ولا ما عرفتش تجيبها؟ ما دول جبتهم ولبستهم في رجلي على طول. يا سلام، ده الاعصار طلع حلو قوي في كل حاجه. ولا يا هيصة، الحركة اللي عملتها دي امان ولا ايه؟ اعتمد يا عم سيد ونط ما تخافش. ما تيجي يا عزوز ناخد لنا لفة في الإعصار. انت داخل سوق التلاتة يا عم سيد ولا ايه؟ ده إعصار يا جماعة، يعني كارثة طبيعية مش تهريج. سوق التلات بقى، سوق الجمعة، سوق الكارثة الطبيعية، اهي كلها أسامي ما تعرف بارد من حامي. بالإذن أنا. خدني معاك يا عم سيد. مش هتيجي يا عزوز؟ لا روح انت يا نعناع، انا عندي شويه حسابات كده هقفلها واحصلك على طول. طيب فوتكم بعافيه. الحريمي في الاعصار فوق يا نعناع، تحت رجالي واطفالي بس. طب يلا بقى يا عزوز، ولا هتفضل كده لحد ما الاعصار يتشطب؟ ما هو انا ما ينفعش اسيب الطياره لوحدها يا هيصه. والطيار الآلي شغال، وبعدين مش انت اللي قلت نطلع بمصلحه من الاعصار ونجيب بضاعه ونبيعها؟ انا قلت نجيب بضاعه مش ننط نجيب بضاعه. بشوقك وبراحتك. سلام. اتأخروا قوي. انا بص بقى يا عزوز، انا هنط عادي كده على فكره، يعني هيحصل ايه يعني؟ ده الواد هيصة نط. وهيصة ده يعني ايه؟ صلصار؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا اكيد بيتهيألي. يا عم سيد، انت سامعني يا عم سيد؟
استنى يا عزوز لما اطلع من البروفا، بقيس بس بنطلون ترنك وهبقى معاك حالا. هو في بروفا في الاعصار كمان؟ شوف ده كده يجي مقاسك. حلو ده، مفيش حاجه بقى منه رجالي يا عم سيد. عزوزي قولي إنه هون أحلى، ده هون ولا ديك هون؟ يعني انا لو قلتلك ان ده هون احلى من ديكاهون هترجعي ديكاهون يعني؟ ما تقلقش، أنا معايا فاتورة ده هون وديك هون، ومن حقي أرجعهم خلال 14 يوم من تاريخ الإعصار. والاعصار بقى هيفضل فاتح ومستنيكي. انت ناسيه يا بنتي اننا داخلين على ويك اند واجازات واعياد؟ مش مشكلة خالص، اللي يجوا ضيقين عليا هوزعهم على بنات خالتي، بس يا رب بقى الكونتينر اللي جبته يكفيهم. انت خالتك دي مخلفه بنات بالكونتينر هي كمان؟ امال ايه؟ اصل جوزها صيني وشغال في المينا. وسع وسع وسع. يا كان نفسي في عربيه زي دي قوي. سرقت منين العربيه الوحشه قوي دي يا هيصه؟ عيب عليك، ده انا جايبها من الاعصار. ودي جايبها تشغلها بقى ولا ايه؟ لا دي للاستخدام الشخصي والمشاوير القصيره. ده على اساس ان مشاويرك القصيره دي مهمه قوي يعني. انت يا ابني اخرك مامتك تبعتك تجيب لها كيس فول، تجيب لها ازازه زيت، تجيب لها برشام للصداع علشان تريح دماغها من زنك وهيصتك يا هيصه. عيل زنان فعلا. تصدق واحنا عند الست سوسن؟ عند مين يا اخويا؟ واحنا في اعصار سوسن يعني. الواد هيصه ده بقى يشبط في البضاعه ويقف يرفص عند كل زوبعه ويشد في الحاجه. يا تقولش واخدين معانا عيل صغير؟ ايه القرف ده؟ ولا حصل عيل حتى، ده قعد يلعب بالاسانسير لحد ما امن الاعصار مسكوه وطلعوه بره. طلع بره من هنا مسكوه واقف بينقط الضافوره الراقصه. ما بس بقى يا عم سيد، ما انت كمان مسكوك لابس 7 طبقات فوق بعض ساعة ما كنت طالع من الجمرك. ولد عيب، انا كنت بردان. انتوا ليه محسسيني انكم جايبين حاجات من المنطقه الحره؟ توك توك موديل السنه، معلق نمر منطقه حره. قرب يا استاذ، قرب يا مدام، عربيه موديل السنه اللي بعد الجايه. شنطه جلد نمر، محفظه جلد اسد. الاسد ملك الغابه. مدرسه الاسود فاتن الحلو. عقد بيع سلسله محلات الحلو للرز بلبن. رز بلبن بالايس كريم. بس انتوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام على فكره. الرز بلبن بالايس وبتقولها بثقه قوي زي ما تكون بتقول الباسورد بتاع الطياره مثلا. انت حاقد علينا يا عزوز عشان ما جيتش بضعت معانا. ياه، فاتك البلاك فرايدي يا عزوز يا ابني. كان حته بلاك فرايدي. ما هو كان خايف ينط الخواف. لا خايف ايه؟ لا طبعا، انا عامل حسابي على اعصار تاني خالص، كله حاجات رجالي بس، مش اعصار سوسن، اسمه اعصار سيد الخشن. شوف يا عزوز يا ابني، هو الاسم ما يطمنش. انت متأكد انهم قالوا الاعصار هيعدي من هنا؟ عيب عليك يا عم سيد، مش انا اللي دلتكم على الاعصار الاولاني؟ بس الاعصار ده جاي في صحراء، يعني لا هيعدي على مولات ولا يحزنون. يا ابني اعصار سيد مش سوسن. اهو الاعصار جاي هناك اهو. ادخل انت يا عزوز بقى، انا مش عايز ادخل الاعصار ده. خلاص روح انت يا زميلي واحنا هنستناك هنا. استنوا وشوفوا عزوز هيرجع لكم بايه.
هو عزوز اتأخر ولا أنا بيتهيألي؟ تلاقي ابن الذين هيرجع بحاجات كتيرة قوي. غل ابن الذين أهو جه أهو. حمد لله على السلامة يا عزوز. إيه؟ أنت جايب معاك ما خف حمله وغلى ثمنه ولا إيه؟ اعصار سيد الخشن طلع خشن قوي يا عم سيد. لا 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 لا، الاعصار طلع كله صبار وتين شوكي. الحقني بالملقاط يا هيصة. أبو حلاوة يا تين. أكتر من 6-7 أمتار. فريرة طيارة فوق، فريرة غواصة تحت. يا كابتن عزوز بيسوق، يا كابتن حازم بالبحر. طيارة فول أوبشن عملت نقلة في سوق النقل. معجزة جوية شديدة قوية وتاخد العقل. دي بتسمع كل كلام عزوز وتعوم وتغوص وقت ما بيعوز. طيارة بتخدم في الحارة يعشقها البيبي وأي عجوز. فريرة طيارة فوق، فريرة غواصة تحت. يا كابتن عزوز بيسوق، يا كابتن حازم بالبحر. على السادة المشاهدين والمشاهدات، الجلوس على الانتريهات وترك الريموتات. هنشغل المزيكا ونعلي صوت الصف ونركب الهوا واسترها معانا يا رب. يا حبيبي يا جدي. قطعت بيا قوي من ساعة ما مت. يا عزوز يا ابني ما تعملش في نفسك كده. انت ايه اللي فكرك بجدك بس؟ ده ميت بقاله يجي 20 سنة. ان شاء الله يكون ميت بقاله 3 ايام. ده مهما كان قريبي يعني. قطعت قلبي يا عزوزتي. خد يا عم سيد. ايه ده؟ ده فرابتشينو على روح المرحوم. اشرب يا عم سيد. هو كان بيحبك قوي انت والفرابتشينو، بس هو بصراحة كان بيحبه اكتر، بس برضه كان ساعات كده بيحبك. يا شامم يا عم سيد، دي بدلته اللي عمره ما قلعها، ودي مذكراته اللي عمره ما كتبها، ودي شراباته اللي عمره ما غسلها. ودي ايه دي خريطة كنز يا عم سيد. مش معقول. وريني كده. يبقى كلام ابوك كان صح. ده كنز جدك عزوز الكبير اللي كانوا بيحكوا عليه. جدك كان رحال عظيم، ما كانش بيعجبه ابدا الحال النايل. وفي يوم من الايام وهو بينقل الكنز دخل حرب كبيرة جدا مع القراصنة، وقعد يضرب لحد ما المركب غرقت. بتاعة القراصنة؟ لا بتاعته، وغرق الدهب النبيتي معاه. الدهب النبيتي؟ وده زي الدهب الاسود كده؟ اكيد. جدك كان حويط وتلاقيه كان ناوي يحط على الصاغة كلها. حبيبي يا جدي حبيبي، بس الكنز ده تحت المية واحنا ما بنعرفش نغطس. شوف يا عزوز يا ابني، ما تقلقش. دي لعبتي. خلوا بالكم من الانابيب اللي على ظهركم، دي قنابل موقوته، لو انفجرت الراجل مش هيرضى يرجعها، وانا سايب بطاقتي رهن. ما تقلقش يا كوتش، ربنا يستر. يلا بينا. والبط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركس الكلب هوبا يحب اللعب في وقت اللعب. كفايه كده رفعت. هايل يا ولاد هايل. كده لو قلت لكم كل حاجه اعرفها عن الغوص، مش فاضل غير اخر تمرين. افرض دلوقتي يا هيصه اكسجين عزوز خلص، ها؟ هتعمل ايه؟ هاخد الانبوبه بتاعته علشان انت قلت عليها رأي، ولازم ترجع وتسيبني اموت يا غبي. طب ما بطاقة عم سيد مهمة،
يرضيك يمشي من غير بطاقه؟ اكسجينه خلص يبقى تديله من اكسجينك لحد ما تطلعوا انتوا الاثنين يا فالح. طب ما تقول كده يا عم سيد. انت عايزه يعني ينصص معايا في انبوبتي؟ خد يا عزوز واشبع واملى بطنك. الله يخرب بيتك، ده غاز طبيعي، غاز طبيعي. يا عزوز يا ابني انت بقالك ساعه مدوخنا. انت متاكد ان الفريره دي بتغطس تحت الميه؟ طبعا، دي فول اوبشن. سيبني بس اقرا الكتالوج بتاعها. مش مستاهله كتالوج، احنا نخرمها وهي هتغطس فينا توماتيكي. كفايه غباء بقى، ما تعقل الكلام يا اخي قبل ما تقوله. نخرمها بايه واحنا ما جبناش الشنيور؟ ها بس خلاص لقيتها، صفحه 128، كيفيه تغريق الفريره. اصحى يا عم سيد، احنا وصلنا للمركب خلاص، وصلنا للكنز. طب ارجع كده من الفريره عشان ما نخبطش في المركب. يا جماعة أنا مش مصدق نفسي، إحنا بعد 5 دقايق هنبقى أغنياء موت. يلا بينا بقى نجيب الكنز. مش ممكن، انا مش هقدر انزل، انا اتشليت، جسمي كله اتشل. اعملي له حاجة تهدي أعصابه وتجرأه شوية يا نعناع. عزوز اتس نيرفس شوك. نعم. معرفش، بس الاستاذ محمود عبد العزيز كان بيقول كده في الفيلم. انا مستعد انزل بداله، انا مستعد اضحي بعمري كله، بس اعمل بوتكس. اخس، اقلع بدلتك واديها الروقة، قصدي النعناع يا عم سيد. خلينا بقى نلحق الكنز قبل ما الدنيا تلاجل. الكنز من هنا. ايه ده يا مصيبتي، فك مفترس. لا ده على نفسه، ده احنا من امبابة قصيع، يعني لا قرش يهمنا ولا ثروة سمكية تلمنا. سيبوني انا هعرف اتفاهم مع الاشكال دي. احلى مسا عليك يا زميلي. تعرف زكي الاخطبوط؟ طب علي كابوريا. ركز يا نعناع، احنا املنا فيك كبير قوي. بصي، انت هتعدي قدامه هينبهر بيكي، هيمشي وراكي ويسيب الكنز. طب وانتوا؟ هندخل ناخد الكنز، مش محتاجة ذكاء. طب وانا؟ حلال عليك القرش، مش محتاجة ذكاء، دي باطك. قروش ما عندهاش نظر. السمكة دي هيبقى ذنبها في رقبتك لو ما سبتناش نطلع. الكنز ده منظور. لا ده لا يمكن يكون قرش، ده وحش. اللي عايز يرجع يقدر يرجع يا جماعة. مع السلامة يا عزوز، ما عطلكش. ده حقيقي، مع السلامة يا عزوز. بس ما يجيش حد يقول لي بعد كده هات حتة من الكنز بتاعك. يا راجل تخلى بحس الدعابة، احنا كنا بنهزر معاك. احنا معاك طبعا. إذا فلنواجه القرش. حد له شوف حاجة؟
يا بحر ما فيهوش راجل، القرش فيك ويطلع لي. هترجعنا لزمن الشقاوة تاني. يا عم سيد يا مصيطنا، يلا بينا نشوف الكنز، مفيش وقت. الخريطة بتقول هنا. يا دي النيلة، ده مقفول بالقفل، بس ما تقلقوش انا هتصرف، ده انا حرامي قديم. عزوز، القفل ده لازم نجيب له ديناميت علشان نفجره. ونفجره ليه يا غبي؟ ما انا معايا المفتاح في السلسلة اهو، جدي كان مديهولي من زمان. انا برضو اللي غبي؟ امال ما قلتش من الاول ليه؟ حسيتك نفسك تفتحه لوحدك، قلت اديك فرصتك. افتح الكنز واحدة واحدة يا عزوزتي، لحسن انا حاسة ان ركبي مش شايلاني من الفرحة. لا يا نعناع، امسكي نفسك، ما تفرجيش علينا الشعب المرجانية امال. انا مش مصدق ان انا هبقى غني واتحكم في خلق الله عادي كده. ولا انا والله يا هيثم، مش عارف انت هتبقى غني ازاي بصراحة. سمي ورينا الدهب النبيتي بقى يا عزوزتي. ايه ده؟ ايه ده؟ شقى عمري طلع ملاحة اكل. انزل دور معايا يا هيثم، انزل دور معايا. الملاحة والملاحة وحبيبتي بلوى الراحة، حصل علينا شقى عمري. انت مودينا الصحراء ناحية الأهرامات ليه يا عزوز؟ تكونش مشيت في السكة البطالة وشغال في التهريب يا ولد؟ طب بطل انت بقى تهريب يا عم سيد وبص قدامك، شوف كده ايه اللي هناك ده. ده ايه اللي جايبهم يصوروا في الحتة المقطوعة دي؟ دول بيصوروا فيلم دول ولا ايه؟ مادام عند الأهرامات كده تلاقيهم بقى بيصوروا برنامج رامز تحت التلج، أو هاني هز الجمل. وهنروح بعيد ليه بس يا عم سيد؟ احنا فيها، ننزل نشوف بيعملوا ايه. مش انتوا فريق تصوير المطاردات؟ اتأخرتوا ليه يا جدعان؟ الشمس كده هتروح، مش هنلحق نصور مشاهد المطاردة في الفيلم. هات الشيك يا زناتي. لا ما حضرتك شكلك كده في سوء تفاهم يعني. رجع الشيك يا زناتي. خد يا زناتي هنا. انت ما عندكش شخصية خالص ولا ايه؟ يقول لك هات الشيك يا زناتي تجيبه، رجع الشيك يا زناتي ترجعه. بكام الشيك ده يا باشا؟ 200,000 زي ما طلبت. 200 ايه؟ مش هدفع مليم زيادة، يا إما هلغي العقد. لا على ايه؟ شوف حضرتك، لو عاوزنا نكنس لك الصحراء دي كلها كمان قبل ما نبدأ التصوير هنكنسها لك. لا نكنس ولا ما نكنسش، أنا أهم حاجة تكونوا جاهزين بالمعدات كلها. أنا معتمد عليكم في كل مشاهد المطاردات اللي هتتاخد من الطيارة. ما دام اعتمدت توكل على الله بقى. حضرتك الفريرة دي مجهزة بأحدث الكاميرات الميجا بيكسل خلفي وأمامي. زوم تلاقي، زوم قوي تلاقي، تصوير بطيء تلاقي، تصوير بطيء قوي تلاقي. أنا أهم حاجة عندي الكواليتي. بس كده؟ جبت الكواليتي يا عم سيد؟ وانا من امتى بمشي من غيره يا عزوز؟ ممكن نركز بقى شوية لو سمحتم؟ المطاردات كلها بالموتوسيكل وفي الصحراء، يعني عاوزين سواق بتاع رالي، سواق محترف. حضرتك مش هتلاقي حد منحرف أكتر من هيصة الترانسبورتر، نجم الحرفيين وملك الأمبلي. هيصة ده بقى عقبال ما تشوف. يسوق مكن تايواني، صيني، فيزب، تكاتيك. انت بس مسكه الجدون واتفرج هيعمل ايه. جدون مين يا عم؟ هو هيسوق عجلة BMX؟ ما تخلينيش اقلق منكم بقى، احنا عندنا مشاهد صعبة هنصورها النهاردة. زي ايه يعني؟ يعني عربيات هتعترض طريقه، هيرشق في لوح ازاز، البوليس هيجري وراه، هيدخل في عربية برتقال. يا باشا هيصة ده يدخل لك في عربية البرتقال ويقشرهولك كمان. ابوس ايدك يا عزوز يا ابني، ما تجودش اكتر من كده، لا الشغلانه تطير مننا. خلاص يا فندم احنا فاهمين بقى كل حاجة، ربنا يسترها بس وتعدي على خير. هو حضرتك قلقان من حاجة؟ لا يا فندم خالص، انا اقصد يعني ربنا يجعلها اخر الاحزان ان شاء الله. ما تقلقنيش ارجوك يا باشا، دونت ووري. لا انا كده هوري. طب والنبي ما توري. موتور المكنه مفوت يا عم سيد.
الحلو في المطاردات ده اسمع مني. ايه الدخان ده كله؟ انتوا جايبين موتوسيكل خربان ولا ايه؟ ما تقولش خربان يا باشا، كفل الشر، ده صيني اصلي ولزقت لك عليه ستيكر لهب وخمسه وخميسه، وحطيت لك له علامه بي ام من قدام عشان ياخد العين في الكاميرا. طب بمناسبة الكاميرا، فين الكاميرا مان اللي هيصور؟ عيب عليك بس يا استاذ، انا اللي هصور. انت اخويا وحبيبي ولازم اقف معاك في يوم زي ده. يا عم انت بتجاملني في فرحي؟ فين الأجهزة والكاميرات اللي ورا واللي قدام والهري ده كله؟ يا استاذ ما هو احدث حاجه اهي. ده موبايل. لا بس مش موبايل عادي على فكره، ده جهاز 8 انش، كاميرا خلفي وامامي، كفر اصلي، عدسه زوم 2.4. 2.4 ايه؟ دي اخرها تجيب الحبايه اللي على مناخيرك وانت بتاخد سيلفي. ايه ده؟ هو انا في حبايه على مناخيري؟ ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. اللهم قوي ايمانك يا استاذ. يا سلام، عارف حضرتك انت احسن حاجه انك تقعد تذكر ربنا كده في الاوقات الصعبه اللي زي دي. يا عم اخرس بقى، حرام عليك. جهزت ولا لسه؟ always ready already يا باشا. يلا اكشن. يرحمكم الله. يا عم هو انا بعطس؟ امال حضرتك بتعمل ايه؟ اخرس اخرس خالص. اكشن. ايوه يعني انا دلوقتي اعمل ايه بقى؟ انا مش فاهم يعني. زوم زوم على الموتوسيكل يا بني ادم. يلا يا عم سيد، زوم بقى بالطياره على الواد هيصة. قرب شويه، قرب كمان. داير الطياره كده يمة الشمس. ايوه الله ينور عليك يا عم سيد. حد يزوم بالطياره يا عم انت؟ دي حلول كرياتيف يا استاذ. لا ما قلتليش بقى رايك ايه صحيح؟ رايي في ايه؟ رايك في الزوم يا باشا. جميل، الزوم جميل. ممكن بقى ناخد الشوط بتاع لوح الازاز لو ما عندكش مانع. وفين لوح الازاز ده يا باشا؟ مش شايف حاجه. قدامك يا بني ادم، في 2 شايلينه بيعدوا، وانت بسرعتك هتخش فيه وتكسره. رايح فين؟ خش في الازاز، خش في الازاز يا باشا. ابقى اجيبه ازاز فميه عشان اعرف اشوف ازاي تفوت عليكم تفصيله صغيره زي دي. طب ناخد عينات ارجوكم قبل ما الشمس تروح. ما هي حضرتك لو الشمس راحت ده امر الله بقى، هنعمل ايه يعني؟ بالله ولا هيصة. يلا بقى يلا، انا بصور اهو. تعالى ناخد سيلفي، يلا اضحك عشان الصورة. يلا سي تشيز. بيضحك ليه ده؟ بيضحك ليه؟ انا اسف يا استاذ. كشر يد هيصة، يلا كشر، احنا بنصور اهو. تشيز كشر. يا عم ما تكشرش ولا تضحك. خلي بالك في مقطورة هتظهر قدامك دلوقتي، هتطير من فوقيها. رايح فين؟ شمال يا عم سيد، شمال بسرعة. ايوه علشان اخد اللقطة دي بقى هديتها. عزوز يا ابني، خليك دغري حتى لو الشمال مغري. طب خش يمين انت يا هيصة. طيب لحسن روح الحكيم الهندي نزلت على عمك سيد. من عناية يا كبير.
بتحبب ايه؟ باشا انا خلاص فهمت نوع الاكشن اللي انت عايزه، فسيبني بقى اشوف شغلي. امال لو ما كنتش فاهم كنت عملت ايه؟ باشا هي دي عربية البرتقال اللي هدخل فيها ولا ايه؟ ايوه يا اخويا. طب البرتقال ده بسرة ولا سكري؟ عشان الدكتور مانع عني حاجات. ده بيضحك ولا بيعيط يا هيصة ده؟ بهزر معاك يا باشا. واحد عنبليق مع 2 فرقعة في